السلام عليكم. حنا في محل ممتاز الشمالي، جينا نسقسيو المسؤول عن المحل. مؤخرا وقعت واحد الضجة في الفيسبوك حول النقاب. قال لك يعني تم منع النقاب، تم منع بيع النقاب من طرف الدولة. بغينا شي استفسار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صوتك شو. إيه أخ عمر، الجو هذه واحد يومين جا عندي مقدم قال لي حنا دايرين إحصائيات حول النقاب ومين كيجي وكذا ومشى. نهار الاثنين جا عندي قال لي خصك تعمر واحد الاستمارة على القضية ديال بأنك ما تبيعش النقاب. المهم جلست البارح جا عندي القايد والاعوان ديالهم لجنه. قال لك حقا حنا جينا نشوفوا واش عندك النقاب ولا ما عندكش. سولت انا قلت له علاش تعطيني السبب علاش مثلا النقاب كيعيط يتمنع. قال لي شي ناس في كازا حصلوا دايرين النقاب هما رجال ناويين على شي عمليه ارهابيه. العمليه ارهابيه هما مثلا الامر كيخصهم هما هاد الدولة. هذا نقاب شرع الله عز وجل. الله كيقول في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حنا في دولة إسلامية ياك يحكمها أمير المؤمنين ياك. حنا شنو خصنا بالأولى الأحرى خصنا نحاربوا هذا هوا البر هنا قدامنا. كيطلعوا الناس شاربين كيسبوا الإله كيسبوا الرب اللي خلقنا ورزقنا. ما حاربناهمش. البنات كيمشيو في الشارع لابسين الميني ولابسين التبرج كيفتنوا الشباب، يعني ما حاربناهمش. جينا نحاربوا النقاب اللي هو شرع الله، اللي النساء عائشه رضي الله عنها وخديجه وكذا وكذا كانوا كيلبسوه نحاربوه. دابا حنا واش في دوله اسلاميه؟ اذا كنا في دوله اسلاميه راه شي خص نحافزوا الشباب ونحافزوا البنات على هذا اللباس هذا. اذا كنا في الدوله الفرنسيه او شي دوله ماشي هذاك خصنا نمنعوا هذا الشيء هذا. الشارع عامر بالتبرج. اي واحد كيسب الاله. عمري شفت انا شي بوليسي ولا شي قايد جا وشبرو وعباه ورباه. الا كيتسب ديما كيتسب. ما عمره شي واحد مثلا تشبر ولا تأدب. منين النساء ديالنا لابسين النقاب قال لك حقا يتمنع. الله المستعان وصل. وهذا الشيء هذا يعني اي واحد ساقسي في الشارع اخر مثلا ما ملتحي ما والو تسول على القضيه هذه يقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل في القضيه. وزائد واحد حاجه الله كيقول في القران: فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون. اي واحد تسال غدا يوم القيامه هذه القضيه هذه الا مثلا الا مثلا عيتمنع النقاب يخرجوا النساء ديالنا مثلا متبرجات الا هذه. يعني دابا هما يعني كيفتشوا على الفتنه. الدنيا راه كذا هما كيبغيو يقيموا الفتنه. والله المستعان وصل. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. سمعت قال لك عطاكم 48 ساعة يكون 48 ساعة وزائد حنا كنسمعوا بأن هذه الدولة هذه دولة الحق والقانون وهي اسمه غير السمية وصافي. الأخ هنايا في الساقية الفوقية داولو 4500 درهم ديال السلعة. شمن سبب وكذا ما كيبيعش الغبرة، كيبيع النقاب اللي هو شرع الله عز وجل. 4500 درهم سال الله من هذا منكر. قال لك حقا من بعد هاو الولاية وديها، من بعد هاو الولاية وديها النقاب ديالك. اصحاب الغبره هنا، اصحاب الغبره موجودين حتى حنا نحاربهم. والنقاب قال لك لا صافي خصهم يشوفونا النساء ديالنا لابسين التبرج ولابسين معريين كلشي كيظهر فيهم باش نكونوا حنا مزيانين. واذا غطينا النساء ديالنا وعملنا شرع الله عز وجل حنا قباحين وحنا ما نسوالش فيهم حق. الا هذه مثلا عاجي مثلا يمنع علي الاهل ديالي مثلا باش النقاب الله المستعان صافي نطلب الله عز وجل نهارني وصافي وصافي. الله المستعان صافي. كاين لك تقصي اي واحد مثلا هنا في تقصي على القضيه هذه يقول لك سقسيو الاخ سقسيو عادي صح باين حق عليك. سقسيو حول الموضوع. الاخ شنو ممكن يسقسيك الاخ على القضيه داك ممكن بحق بلا ما تصور بلا ما يتصور غير صوت صافي. تفضل. القضيه سمعنا بان اليوم يوم الظهير ديال النقاب يمنعوا النقاب في المغرب. شفت الفيسبوك. وشنو الراي ديالك في هذا الشيء اخي؟ من القبيل الخارج تهضر يعني
انا النقاب ضروري، النقاب لان الرسول هذاك وصلنا باش نغطيو. نعم. نغطيو ولكن النقاب باش هذيك المراه باش تغطي وجهها، هي بغات تغطي. انت لا تقول ما تغطيش. حنايا حنا في المغرب الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية ضروري تبقى خمسة برامج أخرى علينا آخر. حنا كنشوفوا الصيف، كنشوفوا الصيف، كنشوفوا المناقب في الصيف. صح. أما خرج تغطي هذيك حقها تغطي، من حقها تغطي وهي بغات تغطي، ماشي تاع تحرمها ما تغطيش. شكرا. العفو. السلام عليكم. بغينا شي استفسار حول هذا الموضوع هذا. اش الموضوع؟ حول منع النقاب. هادشي اللي البارح سمعنا بان في الدوله المغربيه بان وزاره الداخليه منعته، ولكن ما كاينش شي قرار يعني رسمي. اعوان السلطه كيجيو عند الاخوان بحال اللي سمعنا هيدا، كيجيو عندهم وكيقولوا لهم خلال 48 ساعه، ولكن ما كاينش دوله فيها ناطق باسم الحكومه فيها المسائل بحال هذه، وحنا كنعرفوا هادشي هذا يطلعوا في الاذاعه الا كاين شي حاجه. وزير الداخليه الحمد لله عندهم الميكروفون وكيهضر على اي حاجه يطلع ويقول هادشي هذا. واش كاين ولا ما كاينش؟ الاخوان دابا بحال الاخ دابا مثلا هادشي هذا نهضروا عليه من الناحيه الاقتصاديه اولا، وحنا كنبيعوا ونشريو. هاد السيد هذا مثلا عنده هنا 1000 نقاب مثلا، 1000 النقاب، هما بغاو يسميو واحد الاسم كيخلع البرقع، باش كتجي ديك العين في الاخر باش يخلعوا. اما النقاب كاين، الاخ عنده مثلا 1000 هنا، 1000 ضربه ب 50 درهم كيتخلص بالجمله كتجي 5 ملايين. اخر مثلا اللي كيفرق له بالجمله بحال واحد السيد كيجيب لهم كيقولوا الاخضر، معاه يتامى كيخدموا، وانا مشيت وزرته في فاس، معاه يتامى كيخدموا، معاه النساء انا كنت جالس معاه في المحل ديالو، مع النساء كيجيو كيطلبوا الخدمه وكيخدموا معاه، كيخلطوا هذه المسائل، يعني مسائل ازيد من 50 وحده خدامه معاه، يعني تينا عاد شد واحد باب الاقتصاد. هذه اولا. وحنايا البطاله ومسائل بحال هذه وكذا الناس راه كيخدموا في هذا الشيء هذا. وعاد اللي كيتصدر من اللي ما جاي من الداخل 10000 نقاب كتجي 50 د المليون. واش هذا السيد هذا حرق له 50 د المليون ديالو هيدا وعيسكت؟ هذه من الناحيه الاقتصاديه. الناحيه الدينيه بزاف الشباب وبزاف المسلمين اللي عرضوا على الدين ديالو ما كيعرفوش القضيه ديال النقاب. اول من قال بالنقاب الا قلتي لهم الايه يقول لك التفسير ديالها هيدا وهيدا. اول من قال بالنقاب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مسمي النقاب وعنده 15 اسم في اللغه العربيه تختلف من مكان الى اخر، من التام، من الحجاب، من النقاب، من البرقع. النقاب ما جاء من النقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: لا تنتقب المنقب، لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازات. هذا دليل بان النقاب كاين. فرض ولا ماشي فرض كيبقى راجع هادشي من العلماء، اما هو من الدين. ومن قال بان النقاب ليس من الدين هذا رد لشريعه الله عز وجل، هذا رد للشريعه. كتجبر بعض الشباب دابا، انا تحاورت بعض الشباب كيعرفوش هذا الشيء هذا، كيقول لك واش كاين النقاب؟ حنا كنعرفوا على الحجاب، ما كنعرفوش كاين النقاب. النقاب كاين الاخ ديالنا، واللي كيقولوا بالوجوب ابلغ من اللي كيقولوا بلا وجوب. علاش؟ لان عائشه رضي الله عنها هي اللي كتفهم القران. فالحادثه الافك ملي لحق الصحابي، وهذه معروفه حادثه طويله تهموا عائشه رضي الله عنها، ملي لحق الصحابي وقف على راسه شنو قالت عائشه رضي الله عنها؟ فلما رايته خمرت وجهي وكان يعرفني قبل آية الحجاب. يعني عائشة رضي الله عنها كتقول الآية الحجاب كتدل على بأن تغطية الوجه من الحجاب. وروي عن الإمام مالك، وحنا ماشيين المذهب المالكية، روى عنه ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن إمام مالك يقول بأن ضفر المرأة عورة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وهذا حديث صحيح. واختلف العلماء إلا ما ظهر منها في الآية، إلا ما ظهر منها بين الصحابيين جليلين كلاهما عبد الله، فقال إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. وقال بعض العلماء إلا ما ظهر منها الملابس. وما نرى الآن، وهذه تسمى تاريخية، بأن الملابس دابا حاليا الجلباب اللي كيلبسوا النساء ديالنا والسبنية، ما نهضروش حنا على الصروال، ديك اللي مزوقة وديك اللي عندها الشوشة، هذه ما ظهرت إلا في الأوائل التسعينات، إلا في الأوائل التسعينات. والجلابة أما حنايا كان عندنا الحايك، وكاين تصاور. النساء تلاقاو محمد الخامس ملي جا من المنفى بالنقاب، أنا تصاور كاين التاريخ، كاين تصاور عند النصارى. رجعوا للفيسبوك، رجعوا للانترنت يشوفوا. حنا ما كانش عندنا. علاش ما يمنعوش واحد القضيه؟ كاين واحد اللباس محتشم اللي هو داخل من تركيا،
بدا عاد الايامات ملي ظهرت المسلسلات التركيه اللي هو عباره على واحد السميه مربوطه هنا والكابور. هذا علاش ما منعوهاش؟ لانه هو فيه شويه، هما خصهم يمنعوا كلشي، ولكن هما كيبداو كيقولوا النقاب. وعاد ثانيه كاين واحد الدوله كيقولوا بان الديمقراطيه وكاين الحريه، عندنا المخناتي وعندنا كيجوجوا باطون وعندنا هما ماشيين في الشارع. اخر شفتوا هاد اليومين كياكل غوله كيعمل هايدا وكيتعوج معاه، كيقول لك ما تهضرش معاه ما تمنعوش. عندنا بزاف المسائل حنا ما يقدروش مثلا يمنعونا النساء ديالنا يمشيو في الزنقه بدون نقاب. كاين واحد قضيه اخرى بزاف الناس كيقولوا بان الاخوان كيفرضوا على النساء ديالهم يعملوا النقاب، هذه ما كايناش. النساء ديالنا عاملين النقاب عندي فهمتي؟ الدين يعني اخرى كتبع عائشه رضي الله عنها كتقرا في القران احسن منا حنايا. الصحابه رضوان الله عليهم لما نزلت ايه الحجاب قالت عائشه رضي الله عنها لما رحم الله نساء الانصار لما نزلت ايه الحجاب نزلت خرجنا شققنا مروطهن. الحديث ما كيستحضرنيش كامل. شققنا مروطهن وخرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان. هذه القضيه اللي كتسمع في الشارع الغرابه هذه قالت عائشه رضي الله عنها هذه 1400 سنه. قالت بان النساء الصحابه نزلت ايه الحجاب وكانوا في المسجد ما قالوش حتى نمشيو للدار ونسخسي الراجل ديالي لا، شقوا المروطه ديالهم اللي هي بحال اللحوفه وتلحفوا عليهم خرجوا من المسجد وكأن على رؤوسهن الغربان. وحنا كنتمنوا هذا الشيء هذا ما يكونش يذهب الصح وما توقعش واحد الفتنه وتكون الحريه. حنا ما كنأذيوهمش في المسائل ديالنا، حنا كنشوفوا الالحاد وكنشوفوا المنكر كنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوه الا بالله. وصوت المسائل الدين هذه مثلا وخلي على الحريه سيدي، حريه كتبقى الحريه الشخصيه ماشي المسائل. الغرب اللي كيقولوا مثلا بان الرجال كيلبسوا النقاب، حنا عندنا لبسوا الرجال النقاب في المغرب. شنو لبسوا الرجال النقاب في المغرب؟ المقاومه وهادشي كاين. المقاومه كانوا كيعملوا التام ويخرجوا كيتخبعوا من الفرنسيس. لبسوه في هذه الحالات هذه. اما دابا حنا ما شفناش شي واحد لبس النقاب اولا واحده لبست النقاب ومشات مع شنو عملت زنات ولا مع شنو عملت، وهذيك هي كتعلق بها. حنا كنجيبوا النصوص الشرعيه وحنا عاملين هذا الشيء هذا عندي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون عرضه فهو شهيد. ما يقدرش شي واحد يوصل للعرض ديالي الا العرض ما يقدرش شي واحد يوصل للعرض. واكثر ما في الاخوه وكنعرفوا الاخوان كاملين يعملوا اي حاجه الا وصلوا للعرض ديالو. اخوه كاملين ولله الحمد ما يقدرش شي واحد يوصل للعرض ديالو يقول للمراه ديالك خلع النقاب لان هي بيدها ما تقدرش تقلع. وفينا الشيء في سوريا تحركا وخرجت الاخت منقبه وغيحدي فيها واحد قتلوها انا صحيح. هذا دين ماشي خرق. هاد اللحيه ماشي مجرد لحيه، انا عامله عندي وهذيك عامله داك الشيء عندي. كاين بعد منهم كيعملوها كموضه ولا اسال الله لهم الهدايه والتوفيق. ولكن ان شاء الله هذا الشيء هذا كنتمنوا ما يكونش شي قرار رسمي. وكاينين الناس ولله الحمد باقي في المغرب كيدافعوا على هذه المسائل هذه، وكاين علماء وكاين الناس والخير ما زال في الامه. كاينين الناس في الحكومه فيهم شويه ديال الدين ويرجعوا القرار ان شاء الله وما يكونش. ونسال الله السلامه والعافيه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. شي سؤال بسيط عطينا رأيك. ولا طالع خير طالع يدافع عطينا أكيد سمعتي الموضوع دابا. موضوع شنو نقول لك الاخ ديالي، علي صوتك شويه. الموضوع هذا اثر فينا بزاف واثر على الشارع كامل عامه، وماشي غير الاخوان اللي منقبات فقط اللي اثر عليهم، حتى بعض المتبرجات اثر عليهم هذا الخبر هذا. لان هذا الدين ما غادي يحاربوهاش كيف ما كان واخا يعدمونا ما غادي، حنا ما غنتراجعوش على الدين ديالنا. وباش ما بغاو النقاب غادي يبقى الى قيام الساعه ان شاء الله رغم انفهم. تشوف مصطفى شوف المشاكل ديال ما كيكون فيها خير. يا مصطفى واش الجماعه عصفوني جاونا الدائره الخايفين يا صاحبي. شوف لي شي واحد من دار.
شوف دابا نشوف شويه على ما يستغرب. صديقي زعما تاوي الكاميرا مشيتي شوفوا زكريا يا زكريا اجي مشي بحال برا بحال يطلع الناس بحال واخا سقسي اقول كلمه ديالك في الموضوع ديال النقاش. شنو الراي ديالك فيه؟ انت مع الفكره ولا ضد الفكره؟ شنو علي صوتك شويه. النصيحه ديال نصيحة بحال زعما مثلا شنو الراي ديالك في الفكره ديال من النقاب؟ واش انت مع من النقاب ولا مع لا ما يتمنعش؟ والله يرجع يقول لي وشنو وصافي تكلموا. السلام عليكم. الصراحة حنا سقنا أخبار بأن الناس هادو السلطات جات من عندنا ببيع النقاب وهذا الأمر هذا. يعني جانا الصراحة يعني واحد القرار يعني اللي هو غريب وهذا القرار هذا اللي اتخذت الدولة ديالنا. حنا كنعرفوا بأن الدولة ديالنا دولة الحرية والدولة يعني ديمقراطية وهذا. يعني بصراحة حنا بخصوص يعني الشعب المغربي كامل يعني تفاجأ بخصوص هذا القرار هذا اللي اتخذت الدولة ديالنا. وحنايا كما كنعرفوا يعني المرأة يعني كما كيقولوا المرأة كلها عورة، فهمتي؟ وهذا قول الله عز وجل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الصحابة رضوان الله عليهم. ويعني نطلبوا من الله عز وجل يعني ما يوقعش يعني ما يوقعش شي واحد الفتنه في البلاد من خلال هذا الشيء هذايا. ونطلبوا من الله عز وجل فهمتي يعني تكون شي اجراءات هيدا يعني كما خفيفه هيدايا من اجل حنا الصراحه حنا كنبغيو السلامه الدوله ديالنا وكنبغيو يعني الامان والطمئنان. يعني واحد اي مواطن مغربي يعني يكون ماشي مرتاح في البلد ديالو يعيش مطمئن وهذا. ولكن من خصوص باش يعني يمس يعني هذا مس في الدين الله عز وجل والله المستعان. الناس تشوف هاد الحاجه هادي ولا لا بغات تهضر عليها؟ شوف ها شوف استاذ السلام عليكم. باغي